بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. النهاردة بقى جايبة لكم أكلة خطيرة خطيرة خطيرة. المصريين مشهورين بإيه يا جماعة؟ مشهورين بالكشري. هعمل لكم الكشري النهاردة بطريقة تحفة تحفة تحفة. بص شكله عامل إزاي، مش هيفرق أبدا عن بتاع المطاعم، بالعكس هيبقى أحلى، وعلى الأقل أنت عاملاه على إيديكي وضمناه ونضيف جدا. دلوقتي أقل طبق كشري دلوقتي بتاكليه ب25 جنيه. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر ده إزاي، ويلا صلوا على النبي. حبيب قلبي، ولو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بما اننا احنا بقينا في وقت، يعني ربنا اللي يعلم بينا، في الاسعار اللي احنا بقينا فيها بقت حاجه، يعني حاجه لا تطاق بالامانه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكشري. اول حاجه حطينا حبه من الزيت، ونزلت بالشعريه بتاعتي حبه من الشعريه. نزلنا طبعا بلسان العصفور مع الشعريه، هنحمر الاتنين مع بعض، هنديهم تشويحه حلوه كده يدونا اللون بتاعنا. هنا مجهزه المكرونه بتاعتي سباكيتا، والمكرونه بتاعتي اللي هي الرفيعه او الوسط اللي انت تستعمليها، كل المكرونات مفيش اي مشاكل. ومعايا طبعا حبه من الرز، انا كنت رحت جهزتهم اهو. اول حاجه بقى هدي الشعريه بتاعتي اللون القمر اللي انت شايفاه ده، الذهبي الحلو ده، وحاولي تخلي لون غامق شويه عشان يبقى حلو كده ومنطور معاكي مع المكرونه. تمام كده. اول ما خد اللون ده انا بوريكي اللون اهو كده، هو اللون كده يعني بقول لك مقرب خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده اللون اللي انا عايزاه اهو، خلي لون بني كده شويه. ايوه كده تمام، كده كده تمام. هنا بقى حبايب قلبي هنزل بقى بحبه الرز برضو. يعني بصي بقى الكميات اللي انت تحبيها، يعني الكميات اللي انت تحبيها. انا استخدمت ربع من كل حاجه، يعني ربع كيلو رز على ربع كيلو شعريه على ربع كيلو م... لا هو مش ربع بالامانه، هو اقل، يعني قولي تمن من كل حاجه. تمام، يعني ملو كده طبق كده من كل حاجه، طبق صغير. هنا هدي الرز بتاعي تشويح لحد ما الاقي الرز بتاعي تشوح قوي كده وخد اللون الابيض اللي انت شايفاه قدامك كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الوقت ده انا كنت حاطه حله تانية على النار، والحله فيها ميه والميه بتغلي. هنزل بالمكرونه الاسباجيتا مع المكرونه القلم، وهقلب كل الكلام ده كده مع بعضيه. وبعد كده هنزل بقى على طول بحبه من الملح والميه المغليه بتاعتي. بس كده يا ام اسلام، بس كده كله في حله واحده عشان ما نبهدلش 50 حله بقى. عادة يوم الكشري ده بتبص تلاقي نفسك عملتي 4 5 حلات. لا طب ليه يعني 5 4 حلات؟ انا عملته كله في حلة واحدة زي ما انت شايفة. والحلة اللي هي فيها مية السخنة دي مجرد هتنزل كده خلاص، انا هغسلها من المية السخنة وخلاص هتشتغل. يعني كده كده احنا مستخدمناهاش. لو عندك الكتل هيوفر عليك الحتة دي، بس انا الكتل عندي بايظ فبستخدم يعني البوتاجاز معايا وكده. تمام حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى كده بالميه، اظبطي معاكي الميه كده، ولازم الميه تكون مغليه عشان المكرونه بتاعتك ما تعجنش ولا تعمل معاكي زي ما انت شايفه. بصي بيغلي ازاي. هنا بقى هغطي عليه، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هجيب بصلايه حلوه كده حبايب قلبي، متوسطه كده حلوه كبيره. بصراحه الكشري اساسه بصل، بس طبعا بما ان احنا كيلو البصل بقى ب 30 جنيه فكفايه واحده قوي هتقضي الغرض. تمام، بدل ما نكون بصل لا حطي على قدك بقى، ما احنا لازم نمشي على قدنا. هنعمل ايه؟ على فكره اللي عاملاه جوانح زي ما انت شايفه كده. والكشري بتاعي النهارده انا لا حطيت عدس ولا حطيت حمص يا جماعه. ليه بقى؟ لان كيلو العدس بقى ب60 جنيه، كيلو الحمص مش عارفه بقى، لا يبقى نوفر نعمل ايه؟ بلاش لا عدس ولا حمص، امشي على قدك، خليكي على قدك، والله مش هيبقى ناقصه حاجه، هيبقى الكشري بتاعك جميل وطعمه حلو وكل حاجه. طبعا هنا قطعت زي ما انت شايفه جوانح رقيقه خالص 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 كده، وامسكيها افركيها بايديك عشان تفك قوي من بعضيها وتبقى جوانح رفيعه كده. هنا ده شكل البصله بتاعتي، هي دي كده كممت كفايه قوي، حلوه قوي كده. هنا بقى عندك حبه دقيق، حبه نشا. دقيق موجود ماشي، مش موجود نشا حطي دقيق. تمام، يعني هما الاثنين بيدوكي نفس حطي الاثنين على بعض مفيش مشكله. طبعا هنا فركتهم مع بعض زي ما انت شايفه كده. وهنا هكون حاطه زيت على النار، والزيت بتاعي هيكون يعني سخن قوي، لازم الزيت بتاعك يكون سخن قوي. تمام، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنبص الاول على المكرونه بتاعتنا ونشوف المكرونه بتاعتنا عملت ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو وصلتي معايا لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، وحابه يعني اشكر حبايبي اللي بيتابعوني من كل مكان، الف شكر لكم حبايب قلبي. هنا المكرونه بتاعتي تمام، هروح اصفيها بقى ونرجع مع بعض. تمام كده. يا ريت لو يعني اول مره تشوفيني اوعي تنسي تشتركي في قناتي، وشايفاك يا اللي لسه ما عملتيش اللايك مش بيكهرب على فكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا طبعا نزلت بالبصل بتاعي زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطه كله مره واحده مفيش مشكله، لان كميه السمنه دي او الزيت ده انا كده كده هستخدمه في الصلصه بتاعتي، فمفيش اي مشكله، يعني مش هنقدر منه ولا حاجه. تمام زي ما انت عارفه. بلاش تهدري من الزيت، اعملي البصله بتاعتك ومكان البصل اعملي الصلصه، مفيش اي مشكله. خساره ان انت ترمي الزيت، لان الزيت بعد البصل مش هينفع ابدا تحمريه ببطاطس ولا تعملي بيه اي حاجه. تمام. فهنا طبعا زي ما انتم شايفين بوريكي ان المكرونه بتاعتي ما شاء الله منطوره وحلوه قوي 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 زي ما انت شايفه كده، الله اكبر. هنا بقى هغطي عليها واركنها على جنب، وتعالوا بقى نكمل مع بعض البصل. وهقول لك هنعمل ايه مع بعض. الكشري بتاعي النهارده قمر قمر قمر، الطشه بتاعته هتقلب الدنيا. كل السكان اللي حواليك هيجوا يجروا يقولوا لك انت عامله كشري النهارده، لان ريحته هتقلب الدنيا معاكي.
تمام. هنا البصله بتاعتي زي ما انتم شايفين، وما تعليش النار عليها عشان تديكي التحميره الحلوه كده واللون المقرمش اللي انت بتشوفيه في المطاعم كلها بره. تمام. هركن بقى طبعا كده وهجيب طبق عشان اجهز معايا البصله بتاعتي واخرجها اما تكون احمرت. تمام. هي كده خدت اللون الذهبي اللي انت شايفاه كده. كده تمام. هبدا اخرجها بقى من الزيت وصفي الزيت قوي زي ما انت شايفه كده. في الوقت ده بقى حبايب قلبي انا كنت دق بقى كام فص توم كده حلوين، حوالي 6 فصوص كبار كده حلوين دقاهم. ما تكتريش التوم لان زي ما انت عارفه كيلو التوم بقى بكام وكيلو البصل بقى بكام، امشي على قدك. البصل كده مش قليل، ده كده حلو قوي. نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هنزل بقى ب5 6 فصوص من التوم حلوين كبار كده عاملاهم ناعم. تمام كده. ومجهزه طبعا زي ما انتم شايفين جنبي كده، مجهزه دي ازازه الخل يا جماعه، وده الاساسي في الكشري بتاعنا. احط حبه كمون وحبه كزبره حبه فلفل اسود ومجموعه بهارات اللي هي ال7 بهارات بتاعتي. كل الكلام ده هحطه مع التومه وهي بتتشوح. تمام. وخلي بالك لان الزيت بتاعك سخن عشان التومه بتاعتك ما تاخدش منك لون زياده. تمام. وهنزل طبعا حتى حبه الملح برضو نزلت بيهم. كل الكلام ده شمي بقى الريحه القمر اللي قلبت الدنيا مجرد بس ما نزلت بالثومه مع البهارات مع الكزبره والفلفل الاسود. لو عندك بابريكا حطي حبه، انا كنت مخلصه فطبعا ما حطيتش، بس هي في كل اوقاتها يعني الطماطم بتاعتي كانت حلوه وحمراء وما كانتش محتاجه البابريكا. طبعا هنا كده انا هنزل بحوالي نص كوبايه من الخل، ودي بقى اللي هي الطشه القمر اللي انت بتشميها في كل مكان بقى في مطاعم الكشري القمر. بصي بقى كده تمام. هسيبها بقى طبعا تتسبك يعني قولي دقيقتين 3 كده، وهنزل طبعا بعصير الطماطم بتاعي على طول. على طول يا ام اسلام، على طول. وشمي بقى ريحه التقليه الصلصه بتاعه الكشري القمر اللي هتقلب الدنيا وهتجيب الجيران كمان. تمام. هنزل بقى كده بالطماطم بتاعتي وهغطيها بقى واسيبها تتسبك معايا. واول ما تتسبك معايا تعالي بقى لما اقولك هنعمل الشطه بتاعه الكشري ازاي. يلا حبيبه قلبي ما تنسيش في لايك، واول مره تشوفيني لو وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هنا حله صغيره بقى على النار عشان اعمل ايه الشطه بتاعتي الحراقه القمر. هحط حوالي 3 معالق او معلقتين من الزيت. وطبعا هنا هنزل بمعلقه من الشطه، معلقه حلوه كده من الشطه. انا بوريكي ان خلاص الصلصه بتاعتي بدات تتسبكت اهي. هنا طبعا هنزل بمعلقه من الشطه حلوه كده على الزيت لان انا حابه الشطه هتتشوح. وهنا خلي بالك بقى لو عندك حساسيه ولا اي حاجه حطي حاجه على مناخيرك لان هتقعدي تعطسي بقى وتقعدي تشرقي. خلي بالك من الحته دي، لو جنبك اطفال ولا حاجه خرجيهم بره عشان ريحه الشطه بتبقى بصراحه يعني شويه نفاذه. هنا طبعا انا هحمر الشطه بتاعتي في الزيت. الشطه بتاعتي حباها تتحمر زي ما انت شايفه كده. هنا طبعا هنزل على طول بحوالي كبشتين كده من الشطه من نفس الصلصه اللي عملناها مع بعض. انا ما حبيتش اكتر لان الشطه كانت حراقه قوي قوي، حبيت استفاد بالصلصه اكتر فما حطيتش الا كبشه ونص بس مش اكتر من كده. وهقلب الكلام ده بقى كده وهسيب دي تغلي ودي تغلي وخلاص كده الشطه بتاعتي والكشري بتاعي القمر كده كمان بقى جاهز. تعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده الشطه بتاعتي هي كده تمام، ريحتها قلبت الدنيا واكيد لونها انت شايفه لونها عامل ازاي. بس انا مش عايزه اكتر من كده. كده الكشري بتاعي بقى تمام وبقى جاهز على التقديم. ودي المكرونه بتاعتي منطوره وقمر ازاي. بصوا بصوا جميله ازاي يا جماعه، والله العظيم حاجه تفتح النفس بجد، الريحه قلبت الدنيا. بصوا بوريكي يعني. تعالي بقى لما نقدم الكشري بتاعنا الجميل ونشوف هنقدمه بشكل ايه ازاي، وهنشوف يعني شكله هيبقى ازاي وناكل مع بعض بقى. يلا بقى ايه ده يا حبايب قلبي، ادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلوبكم، ويا ريت ما تنسونيش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. ده الكشري بتاعي القمر وجنبيه جرجير طبعا، اوعي تنسي الجرجير والعيش الطري الجميل السخن بتاع الفرن. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يلا حبايب قلبي ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا حبايب قلبي ربنا يحسن بين ايديكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.